صباح الخير واهلا وسهلا. سيدي حنيش اخر محطة في الساحل الشمالي هنتكلم عنها، عشان بعد كده خلاص مرسى مطروح كيلو 283 تنتهي او ينتهي شريط الساحل الشمالي بالكامل. لو انت متابع الفيديوز اللي قبل كده، خلصنا سيدي عبد الرحمن والضبعة وجينا عند راس الحكمة. ده كان اخر فيديو، خد مننا وقت طويل شوية عشان مشاريعه كتير شوية، وهو الحدث الاهم في الساحل، وجود انكر زي مدن الاماراتية. ثم سيدي حنيش. المنطقة دي ليها طبيعة زي ما انا قلت لك، طبيعة كل زون في الساحل الشمالي. المنطقة دي ليها طبيعة خاصة محتاجين نتكلم عليه شوية، سواء انفستر او اند يوزر، اي مكان احتياجك في الشراء في المنطقة دي. عايزين نعرف مين اللي يفكر فيها ومين اللي يروح لها، خصوصا ان هي ابعد نقطة موجودة على الساحل الشمالي للي ساكنين في اسكندرية او في شرق وغرب القاهرة. تعالى بينا نرتب امورنا كده زي ما عملنا في الفيديوهات اللي فاتت. انا برضو كتبت لك المشاريع كلها، نبتدي نقسم، نعمل كلاسيفيكيشن للمنطقه الواحده. بعد كده هنتكلم بقى على كله، وانت بتختار في كاتيجوري معين فتقارن هنا. وانت بتقارن في كاتيجوري اقل شويه، فبناخد الاسامي الموثوق فيها. ف سيدي حنيش من الكيلو 138 او كيلو 240 لحد 283 انتهى الساحل الشمالي، وانتهت الزون اللي اسمها سيدي حنيش. ابتداء من مشروع مرسى باغوش كيلو 238. بعد كده يجي العبد ريزورت. عايزين نحكي شويه الستوري، سكسس ستوري بتاعت هذا الديفلوبر المحترم. بعد كده سمر صبور الاهلي. بعد كده سيلفر ساندز كيلو 245. بعد كده هاسيندا حنيش بالم هيلز، المازا باي، واخيرا خالص في الاخر خالص جميله ديفلوبر، مشروع اسمه جميلة، وسيلبريشن بتاع عامر، وعلم الروم مؤخرا، إلى أن يتم نزول الأوفيشيال انفورميشن عن الأنكر الجديد اللي ظهر في سيدي حنيش. أنكر يعني أنا عايز أقف بقى عند شوية كلام كده في سيدي حنيش، عايزين نتكلم فيه شوية. طيب، أنا هاخد إيه من الأسامي دي الأول؟ إحنا هنتكلم على في الكاتيجوري إيه؟ على بيت البحر، سيلفر ساندز، هاسيندا حنيش، الماظة بيه، سمر الاهلي او جميله وسيلبريشن. دول مش هنتكلم عنهم ومش هنديهم حيز كبير من الوقت. تمام. فانا عندي 4 مشاريع في المنطقه دي، محتاج واجب جدا ان انا اعمل لك كلاسيفيكيشنز ليهم، ونشوف الحدوته بتاعتهم ايه، هندردش فيهم شويه عشان اعمل لك فيديو في الاخر يلخص كله. يلا بينا، يلا نبتدي ببيت البحر. السكسس ستوري بتاعت مدحت العبد او العبد ريزورت سابقا. اولا من 1992 هذه الشخصيه المحترمه لما نزل في ارض سيزر. خلي بالك يعني مشروع سيزر صادق دلوقتي القائم ده كان العبد، وما كانش مبني عليه غير الفيلاز اللي انت شايفها في سيزر دلوقتي. لو دخلت سيزر هتلاقي فيلاز كده معينه، دي بتاعت الفاميلي بتاعت مدحت العبد. تمام كده. لما سيزر اشترت او صادق اشترى المشروع، هو اوتوماتيك راح على العبد ريزورت اللي هي في سيدي حنيش اللي احنا هنتكلم عنها. طيب، قبل ما اشرح لك تفاصيل المشروع، انا عايز اعرف الاول بقى الموضوع من تحت خالص. ملكية الارض، هل معاه شراكة ولا لا؟ ايه اللي حصل في المشروع وغيره. لما راح مدحت العبد في 1992 تقريبا، او بعد كده يمكن التاريخ، لحد 2021 22 كان يسمى بالعبد ريزورت. ما كانش فيه اي بيع غير 300 فيلا فقط للفاميلي بتاعت مدحت العبد، فريندز. بعد كده لما فتح شويه في البيع، الفريندز بتوعه. بعد كده فتح شويه فريندز اوف فريندز، ولازم يكون في كونكشن بالاونر نفسه او صاحب الموضوع نفسه عشان حضرتك تعرف تشتري في العبد ريزورت. اختلف الموضوع 2022 تقريبا في هذا التاريخ. كون تحالف اسمه بام مع عبد الحميد بدوي. الراجل ده معروف جدا يعني ككونستراكشن، هاسيندا ريد وايت ومراسي وغيره، ووليد وايهاب مختار صحاب شركه ايوان. تغير الاسم للعبد، من العبد ريزورت الى بيت البحر. يبقى ادي كده وصلنا لمين بيت البحر اصلا. تمام. وليد وايهاب مختار صحاب شركه ايوان، دخولهم دخول فند، دخولهم دخول برسنتج من الارباح بقى، من اي مكان الكونتراكت شكله ايه. ادي الاسمين دول، بغض النظر عن مشاكل شركه ايوان، بغض النظر عن تاخيرات شركه ايوان، بغض النظر عن الديفلوبر ده مشاكله عامله ازاي. تعالى بقى يلا زوم ان. بص بقى،
انت لما بتسمع بيت البحر بتسمع حاجه بياخدك الخيال كده بالموضوع، انه الله الاسم ده انا عارف وسمعت عنه انه حلو والبحر بتاعه حلو. لو اختصرت الموضوع على ان البحر بتاعه حلو فانت كده اصلا ظالم. تمام. لان تفاصيل المشروع مهمه جدا، من اول ارتفاعات الادوار والبرسنتج والحاجات اللي انت متعود ان انا بتكلم فيها معاك دي مهمه جدا. لان تشغيليا بعد كده الاشكال المشاريع دي لما بتشتغل بتكون ناجحه وبتكون هاديه. طب ايه اللي انا عايز اقوله لك؟ هو 450 فدان على عرض بحر 3 كيلو ونص. ده من يعني من النسب القليله قوي اللي موجوده في الساحل، ان يبقى عندك عرض بهذا الحجم زي الماظه. باي سيزر نفسه 1500 متر. فهو يتميز بعرض البحر، ماستر بلان عريضه مفروده بالعرض كده، دي اوفرلوكينج نسب كتير للفيلات والشاليهات شايفه البحر. ذكاء شديد من اللي عمل ماستر بلان، وماستر بلان فوق الممتاز. غير يا سيدي ان البحر جميل كده كده، طبيعه بحر سيدي حنيش كريستال خلاص. وانت رايح على مرسى مطروح النقاء الميه رباني، هو بيقعد يبقى نقي وكريستال عشان الرمله طبعا تحت نظيفه وغيره. البرسنتج بتاعه الفيلات للشاليهات 80% فيلات، 20% شاليهات. الشاليهات ارضي اول ارضي واثنين ماكسيمم. طيب هنا ده حق الديفلوبر لازم يتقال في الحته دي، لانك مشاريع كتير ناجحه في الساحل الشمالي واشتغلت وبقى لها 8 9 سنين شغاله مفيش مشكله، بس لما كتر نسب الشاليهات شويه ونسب الدوبلكسز او الفيلات للشاليهات ايكوال، اصبح هنا عندنا مشكله على البحر. انا بعيشك معايا محاكاه المصيف والمشروع، ولما تروح يعني النسب دي انت بتذاكرها ليه؟ ولا انا بقف عندها؟ يسيبك من مساحات واسعار والكلام العظيم ده، كده كده لما تكلمني احنا هنقعد ندردش فيه وقارن احلى تايب ونعمل الكلام اللي احنا بنعمله مع بعض. بس ليه النسب دي انا بقف عندها؟ لان في مشاكل معينه او في حاجات معينه لما بتحصل ملهاش حل. هو عرض بحر ده على الكثافه السكانيه دي، فالكثافه بتتربط او بتتحجم بايه؟ باللي انا بقوله لك ده، ارضي اول ارضي واثنين ماكسيمم، ما عندوش حاجه تاني، والنسب الاكتر الفيلاز عنده. انا شايف ان هذا الديفلوبر لكل المهتمين بالفيلات اكتر، لان هنا هتتبسط اكتر في التايب بتاع الفيلاز، وهي من اول 39 مليون. والهيرو تايب عنده هنزل لك طبعا الفيديو، الوان ستوري فيلا اللي هي اوفرلوكينج وفول سي فيو، دي بتوصل بقى خمسينات فيما فوق بقى، بنتكلم في الارقام اللي تمام. ادي اهم تفاصيل الديفلوبر اللي انت اصلا لازم تكون عارفها. مساحات واسعار زي ما قلت لك هنبقى ندردش ونتكلم مع بعض. عنده كل الدليفريز من اول 18 شهر، سنه ونص، سنتين، ثلاثه، اربعه، لحد 4 سنين دليفري ديت. الفيزز اللي سلمها قبل المده: باي 7، ايست باي، جيرا، وهيلز. الفيزز دي سلمها في 2022 تقريبا، قبل المده بتاعتها بدون تاخيرات. ادي يا سيدي بيت البحر اللي كان سابقا العبد ريزورت. هنطلع على طول على سيلفر ساندز. نجيب ساويرس عامل حدث مهم دلوقتي محتاجين نتكلم عنه، بس قبل ما اتكلم عنه محتاج افكرك. من 2021 سيلفر ساندز لما نزل ما كانش حد بيعرف يشتري في سيلفر ساندز. تقريبا بلان 6 سنين 7 سنين ماكسيموم. لما عمل اكستند التو بادرومز وصلت 26 27 الى 30 مليون لو حابب تشتري في تو بادرومز في المراحل بقى. بيرل، سيلفر تاون اقل شويه وغيره، ذا كوف بقى مؤخرا، وطبعا كريستالاين كانت عشان هي على مصاطف فشايفه البحر، فكان ده التيكت برايس بتاعها. وكان التو بادرومز، ركز معايا هنا وما تخافش يلي شاري في سيلفر ساندز او يلي بتقول والله يا بص السوق العقاري ما فيهوش بيع، ده نجيب ساويرس نفسه رخص الاسعار. يعني محتاج بس تشوف المشهد كامل يعني. الكريستالاين اخر حاجه يا سيدي الابديت، يعني من سنه مثلا الكريستالاين لما كانت بتتباع ب 26 27 مليون كانت التو بادرومز 145 متر او 150 متر، كانت مساحه تو بادرومز كبيره خلاص، وكانت في منها حاجات سي فيو، فكان لازم يديها. قلت لك السعر بيتحط بنسبه البريميوم، سواء مساحه الشاليه او باصص على ايه، او لو شايف بحر دي حاجه تانيه خالص. فكان السعر ده تستاهله طبعا. طب يا سيدي لما نزل بكوف هو واكب الماركت، وانا من شهر 1 2026 منزل فيديوز وقلت لك استراتيجيه الماركت هتتغير من قبل ما حضرتك تشوف كل اللي احنا بنشوفه دلوقتي ده. مين اللي ابتداها؟ نجيب ساويرس. عدل المساحات البيعيه بقى، بدل 140 و150 متر عملها 95 متر. السيلبل اريا، المساحه البيعيه اللي تتباع يا سيدي. فهو عايز يبيع خلاص، في استقرار ما حصل. قلت لك
الاسعار والمساحات بتنزل، والاسعار بتبقى قصاد المساحه منطقيه. ليه؟ لان خلاص المطورين واخدين وعود من البنك المركزي والفوائد، وبعد لما المخزون الدولاري دخل في خزانه الدوله ومخزون الذهب حصل استقرار معين في العمله، فالمطور يعرف يسعر ويعرف مواد البناء بتاعته كلها يحطها في الكوست كنترول، فتطلع نتيجه البرايس بتاع الشاليه. انما قبل كده كانوا معذورين في 23 24 كانوا معذورين ان في منهم سعر غلط. خلاص سيدي، خلينا نرجع للموضوع. فكوف لما نزلت حققت نجاح كاسح، وكل اللي اشترى مبروك في كوف. طيب المراحل اللي نازله بقى دلوقتي اخبارها ايه؟ انا بس طالب منه حاجه، ان بعد المرحله دي ما يعدلش تاني في الماستر بلان عشان ما تزيدش الكثافه السكانيه. انت عارف ان هو كان 500 فدان او 500 وي فدان. الاكستنشن الجديد مع الطحنون بن زايد اللي هو 250 فدان، اللي نزلت ارماني فيلاز ووراها كريستالاين وغيره، في الاخر كوف. فعلى المساحه بتاعت المشروع بقى 700 او 750 فدان على عرض، العرض اكستندد تمام، مفيش مشكله، كيلو او اكتر. فعلى عمق كيلو، فتمام، ماستر بلان كويسه. بس كانت كويسه قوي ايام بيرل، المراحل اللي قدام بقى الفيرست سكند ثيرد مش عارف ايه رو، والسيلفر تاون اللي عاملها بيكوميونيكيت بيها مع ناس معينه او سوشيال لايف معينه في سيلفر تاون، النايت لايف بقى والحفلات طول السنه، واللي بيحب كده بيروح. ثم كوف، ثم المرحله اللي في سنتر المشروع العمل. طيب اسعارها اتراكتيف جدا. المرحله دي كالاتي: انفسترز ريسيل لا، لان خلاص المعروض بقى كتير قوي جوه. انفسترز رينتل بيرفكت، خطير، لان الرنتل مربوط بنسبه باستلام ديليفري ديت، المطور لازم يكون ثقه بيسلم، فدي موجوده في نجيب ساويرس. خلاص احنا مش خايفين. كواليتي يطلع بيها الشاليه او الكومباوند بصوره حلوه، تمام، مش خايفين برضو من كواليتي بتاعت نجيب ساويرس. فحلو قوي للانفسترز ده، بس مش الريسيل كده وكده. ده او ده بعد 4 5 سنين من يعني من التاريخ ان انت تقدر تبيع فيه، او طبعا تأجر لازم تشتري. تمام كده. طيب اند يوزر، عندك فرصه حلوه تشتري 2 بادرومز من اول 13 213 ونص 14 مليون 2 بادرومز على 8 سنين فقط، مع حد تراستد جدا في الماركت. خلاص، برشحه في جزء معين، بس يا ريت ما يتمش تعديل الماستر بلان تاني وزياده كثافه